عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الاولاد النهارده عايزين ياكلوا فطير وانا الصراحة مش قادرة، ايديا وجعاني. هعمل ايه؟ جبت لفة جلاش وكمان عندي حلويات شرقي موجودة في الفريزر، خرجتها تفك وقعدت اقطع فيها كده واكسرها شوية لان هي كانت متماسكة ببعضها كده لانها في الفريزر متبقية عندي. اي حلويات بتتبقى عندي بشيلها في الفريزر. وكمان كان عندي حوالي كده طبق من الكاستر برضو كنت شايلاه في الفريزر في كيس كده عشان خاطر ارجع استخدمه تاني، عشان حرام نرمي اي حاجة. وعندي سمنة على زبدة. تمام، يلا بينا نظبط الكاميرا بتاعتنا ونشوف هنعمل الفطير الحلو بتاعنا ايه اللي الاولاد طالبينه ازاي. بس ما تنسيش لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك منه كل جديد بامر الله. فردت واحدة جلاش على الرخامة، هبتدي ادهنها بالسمنة بتاعتنا. تمام، وابتدي اجيب ورقة جلاش تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو بالشكل ده، وادهنها برضو سمنة. وابتدي اجيب ورقة كمان، ورقة واحدة اطبقها عشان خاطر احط عليها الحشو. اجيب ورقة واحدة تاني كده اهي، اروح تانياها نصين بالشكل ده اهو، واحطها في النص اهي، وادهنها برضو سمنة. تمام، اجيب الحشوة بتاعتي تقللي تكتري، دي حاجة ترجع لك انتي حسب ما انتي هتاكلي. تمام كده، نوزعها كويس. حابة بقى تسقيها شربات تاني خفيف كده مفيش اي مشكلة. حابة تسقيها لبن سخن برضو هيبقى حلو قوي. تمام، هجيب اقفل على الحشوة بتاعتنا كده ورقة الجلاش اللي جوه اهي. تمام بالشكل ده، وابتدي اقفل من هنا كده اهو، وادهن سمنة برضو كده، واقفل برضو من هنا كده، وادهن برضو سمنة بالشكل ده. عايزه اقول لكم طعمه بيبقى حلو جدا، وكمان لما بتسقيه لبن. نجيب الطرف ده كده وادهن برضو زبدة او سمنة. انا عاملة خليط ما بين الاتنين، سمنة على زبدة بالشكل ده. تمام اهي، بقت معايا فطيرة حلوة قوي بالشكل ده. هعمل الكمية كلها بالطريقة دي، احطها في صينية مدهونة زبدة. طبعا انا عملت 2 قبل ما ابدأ اهو، عشان بس ايه ننجز اهو بالشكل ده، وادخلها الفرن. بصوا لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد بامر الله. اتفرجوا بقى معايا على جمال الفطير اللي في 10 دقايق، اللي من غير مجهود، اللي من غير عجن ولا فرد ولا اي حاجه خالص. تمام، عايزه اقول لكم ريحته كانت جميله جدا وهو بيستوي. بتمنى تجربوه وتقولوا رايكم في التعليقات. تمام، انا بغلي لبن دلوقتي عشان خاطر هسقيه بيه. انا بس اول ما خرج من الفرن حطيت على كل فطيره معلقه شربات واحده بس. تمام، واللبن انا مش محلياه عشان خاطر احنا حاطين حلويات في النص، فمش محتاجين سكريات اكتر من كده. تمام، هنقدمه مع بعض دلوقتي ونشوف. بصوا بقى على الجمال، بصوا بصوا التسويه، ومقرمش مورق برضو. تمام، بصوا بيتكسر. بصوا التسويه بتاعته، اهم حاجه التسويه هي اللي بتخرج لنا الحاجه اذا كانت كويسه ولا لا. ظبطي الفرن بتاعك. تمام، بصوا بجد حلو جدا وهيعجبك. تمام، التقديم ده بقى يرجع لك اهو.
هجيب طبق كده احط فيه قطعه من الجلاش. تمام، احط قطعه في الطبق كده نقطعها كده. سامعين القرمشه؟ لازم تتقطع كده قبل ما تسقيها اللبن. تمام، كل واحده في طبق ونبتدي نسقيها اللبن سخن. تمام اهو، بسم الله بسم الله. عايزه اقول لكم الفطيره دي غاليه جدا بره، اللي هي بتبقى مسقيه لبن بتبقى حلوه قوي. بسم الله. اللبن بقى ده حاجه ترجع لك، تكتري تقللي زي ما تحبي. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. بس كده. هيبتدي يتطرى مع اللبن اهو، جميل جميل جميل. وكمان لما تحط له لبن دلوقتي عايزه اقول لكم ريحته خطيره خطيره خطيره. متنسينيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد بامر الله.